التنظيمات اذا كانت توصل للقتل الجماعي وتوصل تهاجم المؤسسات العسكريه والامنيه، لازم تكون عندها علاقه بجهات اجنبيه. معناتها اذا كانت عندها علاقه بجهات اجنبيه تنجم تكون اقليميه كما تنجم تكون دوليه. احنا في تونس معناتها اكبر شكوك، وهذا الباين معناتها الباين حتى في طريقه قتل الجنود او طريقه قتل محافظ الشرطه محمد السلوعي او طريقه اغتيال شكري بن العيد او طريقه اغتيال محمد ابراهيمي، يوري لك لهنا هي الجهه هو التنظيم الباقي يرهق المواطنين يقتل ويروع، هو عنده علاقه بالجهات الاجنبيه. نظرا كنشوفوا احنا الجنود بعد ما تم قتلهم تم تنكيل بجثثهم، تم سلبهم من هواتفهم وجوالهم، ومن حتى بالذات من العام 2013 حذرت من التفجيرات، على خاطر المنظمات الارهابيه بصفه عامه في العالم كله بعد ما تتمكن من التدريب وتتمكن من تجميع الاسلحه وتتمكن من تخزين المتفجرات، من التدريب الجيد على العبوات الناس المحليه، تنتقل للمرحله اللي بعدها. ديما المرحله اللي بعدها هي اغتيال الافراد والترويع، المرحله اللي بعدها ديما تفجير السيارات، المرحله اللي بعدها هي استهداف المقرات الامنيه والعسكريه وخاصه السيارات العسكريه، المراحل اللي بعدها ديما تحاول تستعمل الاحتمال تستعمل معناتها المتفجرات مش الالغام لقتل اكثر ما يمكن، على خاطر هي الهدف نتاعها ماهوش في قتل فرد معين، وتولي حتى طموحها في الانتخابات السياسيه من كانوا يغتالوا في شخصيه سياسيه ضعيفه يولوا يوصلوا حتى الوزراء حتى الدبلوماسيين حتى السياسيين. هي المنظمات الارهابيه في العالم كله تعمل بالطريقه هذه، لو قتل الجماعي الممنهج مثل ما يحصل في الصومال والعراق.